الحدادة، الخراطة وغيرها من المهن الشريفة استغلت هنا لتصنع الموتى والإرهاب. في كفر سوسة تم اكتشاف معمل لصنع قذائف الهاون تابعاً للمجموعات الإرهابية المسلحة. أب سامر. أب سامر. أب سامر. أبو سامر اسم تردد على لسان هؤلاء الأشخاص الذين كانوا عمالاً وباتوا يطعمون أبنائهم لقمة حرام مغمسة بدماء السوريين. تعاملوا معه ليكونوا وعملهم أداة في قتل السوريين الأبرياء. لكل هنا عمله، بل اشتراكه في القتل. بيشتغل بتشكيل المعادن، هي عبارة عن بلص المعادن، يعني بنشكل مصبات قهوة مرة ودلات، يعني شغلة حرفية. هلا اجى لعند اخي شخص اسمه اب سامر هو واب عمر، طلبوا منا تصنيع قذائف هاون، رفضنا نحن بالبداية، قاموا ضغطوا علينا وهددونا اذا ما بنشتغل انه بدنا نقتلكم، بدنا نذبحكم، نقطعكم فرن. قالوا لنا بدكم تصنعوا 2000 وحدة، قلنا لهم ماشي، صنعنا لهم 900 وحدة. هلا هي عبارة عن قطعتين، قذيفة الهاون تجي عبارة عن قطعتين، قطعة بتجي بالسفل وقطعة ثانية هي عبارة عن الراس. هلا بتلحيمها بتشكل القذيفة، هذا جسم القذيفة أو المقذوف. بجوز تنزل ببيتي هي، بجوز تنزل ببيتي هي. أنا كانت وظيفتي فيها أني لحملها هي البورية ولحملها الشفرات، وطبعا غراني بمبلغ مالي. تورطنا نحن بشغلة مالنا فيها، واشتغلنا شغلة ضد الإنسانية. وقت اللي عرفت أنه قذيفة هاوين قلت له أنه ما عاد بدي أشتغل فيها، يعني قذيفة هاوين وفيها أذى للناس والعالم، بدها ترتم، يعني بدها تيتم أطفال ترمل نساء. يعني هدول القوالب قوالب بلص يستخدموا هدول، بيبلصوا عليهم نفس الشيء قطعة مشان يستخدموها راسية صاروخ. هي راسية صاروخ، هي يعني إذا هي راسية صاروخ بده يقعد فيها الحشوة المتفجرة معناتها، ولك طبعا كمالة وأتباع أكيد. هدلون قوالب لنفس العمل، بس عوض ما تكون قذيفة هاوين ومدى قصير رح تكون راسية كبيرة ومدى أبعد، يعني راسية صاروخ ومدى أبعد. صار يجيب لي قطعة من هدلون، طبعا هو يكون معي، يجيب لي قطعة مطعجة جاهزة وأنا لحم له إياها، يجيب لي يعني كل يجيب لي إياه وأنا لحم له إياه. هي قاعدة للهاون، بتقعد هون البورية تبع الهاون، بورية الهاون في إلها قاعدة بتثبت على الأرض. قال لي هدلون، هلا هدلون اللي فيه بدنا نساوي من هدلون، بدنا نتوجه هلا حنا اللي عم نساوي هلا 2000 قطعة. قال لي 2000 قطعة القذيفة تبعهم هدلون بدنا نتوجهوا، بدنا نضربوا على الشام. قال لي هدلون الشام كلهم بدهم يروحوا كلياتها للشام. تعرفت على أول واحد بجهاد، من ياخذ رقمي ويدق لي ودق له اخذه وجيبه. صار يدق لي اللي فيه شغلات، في اول شيء يدق لي في زلمه مثلا بالأردن الفلانيه روح جيب لي اياه، يعطيني رقمه مثلا، او يعطيه رقمي هو ودق له روح جيبه من المخيم من الأردن الفلانيه. ايه ورجع صار يقول لي في حديد، وما اول شيء قال لي اياهم تبع تريات هذول، بس ما كانت هيك، كانت حديد. قال هيك حديد، قال لي في شو تريات بجوبر بتتعلق بتريات بدك تجيبه. قلت له بشو بدي اجيبهم؟ قام دبر لي هون داي. قمت رحت ما رحت غيره مشوار، حملت له 3 اكياس كبار مثل هدول، هدول هن الاكياس. وصلتهم على داريا، مو على داريا، على اول بريه. قام اجى زلمه ثاني معه هون داي، ما بعرفه، ما بالضبط ما بعرفه الزلمه والله، بس اجى حملهم، حمل حاله وراح. ايه وعلى الموال هذا ايام وصل له حديد اخذهم من كفر سوسه. أي من الأغراض من هون لبساتين ديري، قلنا له خير إن شاء الله. بعد يومين ثلاثة والله طلبني، قال لي وين السيارة؟ قلت له هي نحملها وناخذها، وبتاخذناها، ناو تكرم عينك. حملها، حملوا لي اياها واخذت لهم اياها، قواذف هون وحشوات. أول شيء أخذنا نقلة قواذف، أخذناها بساتين ديرية، وبعد كم يوم قال في حشوات كمان نفس الشيء، حملهم وهي. قواتنا الباسلة مرة أخرى وبعد اكتشافها هذا المعمل استطاعت درء أخطار هذه القذائف التي تأهبت للسقوط على البيوت السورية الآمنة وأهلها.
وهذا غيض من فيض الإرهاب الذي تعددت قصصه في سوريا، والهدف واحد: سفك الدم السوري. الحديد هنا يملأ المكان، فهل يفقه أولو الألباب؟